ازيكم، اهلا بيكم في فيديو جديد. النهارده احنا موجودين في الوال مارت. هنعمل ايه في الوال مارت؟ يلا بينا نشوف ايه اللي ممكن نعمله جوه في الوال مارت. طبعا مفيش حاجه معينه النهارده احنا هنعملها، بس احنا جايين هنا نمس اراوند شويه ونلعب شويه في الوال مارت. وفي حاجه كمان عايزين نعملها، فجاي اوريكم الحاجه دي عشان انا جربتها قبل كده والحقيقه استغربت جدا. فيلا بينا نجرب نعمل الحاجه دي. طيب دلوقتي احنا جوه الوال مارت، مش جاي اوريكم اسعار ولا جاي اوريكم حاجه، بس احنا جايين نلعب هنا شويه. وبما ان الوال مارت يعتبر من اكبر المولات والاماكن والمحلات زي ما بنقول اللي تجيب منها كل حاجه انت نفسك فيها، فاحنا جايين هنا عشان نشوف ايه اللي موجود عند الوال مارت وليه الوال مارت مشهور قوي عند الامريكان. فيلا بينا نعرف ليه الوال مارت مشهور جدا، واي حد ممكن يجي الوال مارت، غني فقير، غني متوسط فقير متوسط، كل الناس اللي بتيجي. انت بتيجي الوال مارت؟ Yeah, he comes always to the Walmart and I come always to the Walmart. والله احنا دخلنا من المكان، اول حاجه يعني جت في دماغي كده وهي الكوتشيات او الاماكن الكوتشيات اللي احنا فيها. فخلينا نروح الاول من ورا جدا. هل انا شكلي حلو بالبتاع دي؟ Yes or no? Do I look good with that shit? طيب اول حاجه ان احنا محتاجين اصلا نفهم قسم الكوتشيات ده بيتكلم عن ايه، لان انت تفهم قسم الكوتشيات ده بيتكلم عن ايه بعد كده انت تمام، انت جاهز ان انت تعدي المرحله اللي بعد كده، وايه اسعارها كمان، فلازم تعرف الاسعار. فيلا بينا. طيب دلوقتي خلونا نتفقد الكوتشيات الاول، نشوف ايه اللي موجود والوال مارت بيبيعوا ايه هنا للناس، وهل في ناس فعلا بتشتري الكلام ده ولا لا، لان اللي انا شفته هنا غريب جدا. انا مش فاهم ايه ده. بالنسبه للكوتشيات فهم بيبيعوا هنا حاجات غريبه جدا، عليها رسومات غريبه للاطفال. انا مقدر ان ده ممكن يكون الاطفال وكل حاجه، بس بتلف في الناحيه الثانيه تلاقي برضو حاجات اغرب وباسعار مثيره للجدل جدا جدا. يعني $9، $21. تيجي الناحيه الثانيه تلاقي مثلا $16، $16، حاجات غريبه. في كمان الحاجات دي بتاعت الشتاء اللي الاطفال بيلعبوا فيها في السنو والكلام ده. انا محتاج افهم اكتر الكلام ده بيتكلم عن ايه، ان في هنا شويه شباشب غريبه سارت اعجابي. is that anybody cards? Can I have it, right? But that's not my shoes, so I live there in the end. فيها شويه شباشب، بس دي مش بتاعتي، بس انا هاخد على اساس ان انا يعني بتسوق وكده، وفي الاخر انا هسيبها. في شباشب يعني اعتقد اكتر واحد في الدنيا ما بيتكسفش ممكن يتكسف يلبس الشباشب دي، والاشكال اللي عليها والبيتزا. يعني تخيل تكون لابس سبونج بوب وماشي بيه في الشارع، او مثلا لابس الينز او ناس فضائيين وماشي بيهم في الشارع، فحاجه غريبه جدا جدا ومثيره للشفقه. لو انت شخص بتحب العلاقات وكده، العلاقات العاديه، يعني العلاقات العاديه، ممكن تجيب واحد مثلا سبونج بوب معاه بسيط، يبقوا اتنين في رجل واحده. Would you like one? Would you like one? Alright, so دي عامله $23. I'll buy it for you later. Alright. او لو انت شخص بتحب ال WW وانت عايش هنا في امريكا بقى، تيجي هنا تشتري ال WW شوز، تمشي بيه وسط الناس كده. الناس اول ما تمشي بيه في الشارع طبعا الناس هتعرف ان انت شخص محدش بيخاف منك. قصدي كل الناس بتخاف منك، ده كان قصدي ان انا اقوله، ومحدش هيقرب لك. فلازم الوقت اجرب ونشوف الناس هتخاف مني ولا لا، فلازم البس البتاع دي ونشوف. Let's try it out. What size? We need size. What size is that? What size is that? طيب لازم نقعد الاول علشان نجرب، شوف ايه اللي ممكن يجرى. كوتش $900 زائد كوتش، خلاص يا عم عارفين ده لابس كوتش $500 زائد كوتش بكام؟ نفس الالوان تقريبا والله. بكام؟ $22. فخلونا نجرب. طيب دلوقتي زي ما انتم شايفين انا لبسته، فانا همشي بيه. Let's ask this if he's getting scared from me or not. طيب دلوقتي انا لبست الشوز وهنمشي نشوف لو حد ممكن يخاف مني ولا لا وانا لابس البتاع ده، لانه هو شكله فعلا يخوف. ولا كأن حاجه حصلت، انتوا ما شفتوش حاجه. الكوتشي اللي طلع ما بيخوفش ولا حاجه. يلا بينا. طيب في برضو بعض الكوتشيات اللي هي طبيعيه ما يبانش عليها ان هي فيك ولا حاجه، بس مأخوذه برضو من حاجات تانية وبس مغيرين الاسم، فهي كوتشيات حلوه جدا. فبس كده دلوقتي احنا فهمنا كوتشيات بتتكلم عن ايه. يلا بينا ننتقل لقسم تاني. What the fuck is this? That is so weird. ونشوف الدنيا هنا بتتكلم عن ايه. يلا بينا. كيفك؟ تمام. شو اسمك؟ سحر. سحر؟ من وين؟ من سوريا. من سوريا؟ متابعين على اليوتيوب ولا نو؟ تعرفيني؟ مين انا؟ انا اسمي اوكي، انا اسمي احمد، بعمل فيديوهات على اليوتيوب. اوكي. عايز تقول اي شيء للكاميرا والمتابعين؟ لايك. لايك شير وسبسكرايب كمان. That's it. اوكي give me high five. اوكي. طيب دلوقتي احنا جينا عند القسم الثاني المفروض ان احنا نكتشفه النهارده ونعرف القسم ده موجود في ايه، وهو اكشلي القسم المفضل بالنسبه لي في الفتره الاخيره عموما، وهو قسم العجل والسبورتس. لو انت بتحب السبورتس تحب تعمل عجل، فانت لازم تيجي القسم ده في الوال مارت اكشلي. عشان كده كل الناس تلاقيهم هنا موجودين في الوال مارت، زي ما انتم شايفين كده كل الناس موجوده هنا في الوال مارت. بيعملوا ايه انا مش عارف. طيب دلوقتي حتى كمان لو انت متجوز عايز تجيب حاجه لاطفالك، او انت حتى كبير في السن وعقلك مثل عقلي كده، ممكن تيجي تاخد لك حاجه زي كده. ده الباتش باجي، ممكن تطلع بيه على السي سايد او على البحر، تاخد لك بيه لفه كده مع الاحباب والاصدقاء. او لو انت كبير شويه ممكن تجيب لك حاجه زي كده. دي برضه سي سايد. I think I need one. What do you think about that? How much is it? The Mercedes, the pink one, the GMC, this one.
This one or I think this one is a little expensive, so it's gonna be like $400. I might get this one. Does that come with this white dude as well? طيب عشان صحة المنتج كمان وقبل ما نطلع من هنا لازم نجرب العجل ونشوف العجل ده يستحق السعر ولا لا. يلا بينا نجرب. Okay, I wish it's working. الصراحة تستاهل يعني الفلوس اللي محطوط عليه. $98 بس، فحلوة. لو انت جسمك اقل من جسمي شوية، انا جسمي كبير ما شاء الله، فهتنفعك. طيب بالنسبه لو انت عجلتك حصل فيها حاجه فبتيجي هنا، القسم ده كله مليان حاجات. انا فاكر وانا صغير كنا بنروح للعجلاتي بنسميها عندنا على اول الشارع، فبيصلح لك عجلتك ب 80 جنيه. فهنا بالعكس، انت ممكن تيجي تختار كل حاجه ناقصاك في عجلتك وتصلحها انت في الجراج بتاع بيتك بنفسك، لان تقريبا ما سمعتش هنا حد بيصلح عجل خالص. انا اسمع عن حد بيصلح عربيات، حد بيصلح موتوسيكلات، لكن عجل لا. هم حاطين لك كل حاجه هنا، انت ممكن تيجي تقدر تشتريها وتصلح عجلتك بنفسك، لان ما حدش فاضيلك الصراحه. طيب خلصت من قسم الحاجات اللي احنا ملهاش دعوه بيها دي، فبتيجي بعد كده قسم المسدسات. لو انت عندك، كنت رايح اقول لو انت عندك بحر، فلو انت عندك بحر فانت اصلا هتبعت حد يجي يجيب لك الحاجات دي. فلو انت بتيجي لنفسك، فزي انت شايف ممكن تجيب اي حاجه هنا انت عاجباك. خلونا نجرب شويه حاجات من هنا. ده ايه، برق بنزين ده ولا ايه؟ مش عارف اقول ايه الصراحه. طيب لو انت شخص بتحب الزراعه زي حالاتي، انا من شخص محبين الزراعه جدا، ممكن عشان كده انا فلاح ولا بس انت ممكن تيجي عند الجرار ده. شايفه الجرار ده من تحت؟ انا مش عارف، هو تقريبا فاضي من ورا، بس انت ممكن تزمر على فكره فيه. الله على التفاهه، الله انا بموت في التفاهه. كان الجرار ده عامل كام؟ $10 بس. الجرار ده عامل $10 بس، فمش غالي جدا. كنت بجيبه من المول اغلى من كده. لو انت ربنا لسه ما كرمكش وعايز تشتري بيت بقى، فما قدامكش غير حل واحد بس، وهو انك تشتري البيت ده. طبعا البيت ده بنقدم لك فيه ان هو بيجي معاه عربيتين، بيجي معاه ان الاوضه دي ممكن تعمل فيها اللي انت عايزه، ده طبعا زي جراج منفصل كده، وعندك البيت هنا مع كل حاجه تقريبا، وده الجزء اللي ورا وده الجزء اللي قدام. بيجي معاه عربيتين، عربيه سبورت وعربيه شبابيه تخرج بيها تروح وتيجي وهكذا. فالبيت ده عامل كام؟ البيت ده عامل $20 بس، ممكن تيجي تشتريه لو انت لسه ربنا ما كرمكش وما اشتريتش بيت. لو انت جيت هنا في بعض الحاجات اللي انت مش لازم تعملها، يا اما تيجي تتفرج يا اما تطلع على طول. فاحنا هنا اصلا بنلعب يعني، we're just messing around. في حد عمل كده طبعا، مش احنا، لا ده بجد مش احنا. في حد اخد البتاع اللي فيها وسابها زي مكانها. فالناس بتعمل اي حاجه هنا يعني، انت ممكن تتخيل اي حاجه، وهي كانت هناك كده لولا انا اخدت بالي. فالناس مفكره ان احنا مش هناخد بالنا، لكن انا اخدت بالي. look what I just found. she's not with me right now. محدش عاطيني اهتمام في الدنيا دي خالص. لا وكمان لقينا ايه، دي كوتشينه تقريبا او حاجه بيكون فيها العاب وكده فاضيه، لقيتها مرميه على الارض. فالناس ما عندهمش ضمير بجد، اكيد اطفال يعني، اكيد ما فيش حد عاقل هيعمل كده، فاكيد اطفال. طيب لو انت جيت هنا ولقيت حاجه مثلا ما عليهاش سعر وانت عارف وانت محتاج تعرف سعرها الحقيقي، تيجي هنا نيدا برايس. عايز تعرف السعر؟ احنا هنعرفك السعر. طيب تحطها تحت. طيب اللي انتوا شايفينها دي سكان تحت هنا كده، وتحطها كده تجيب لك سعرها على طول. كام؟ almost $3 مع التاكس. you gonna buy it for me? That's it. I'll buy it for you. How much is it? $8? Say $3, right? $3. خلاص هشتهرك، خد خلي دي في ايدك. انا لو جايب اخويا الصغير مش هشتريها له. طيب في اللحظه الاخيره قبل ما تطلع من السبورتس لازم تجرب. اعتقد ان هي بالطريقه دي. انا ما بعرفش استخدم الحاجات دي والله فعلا، بس انا هجرب. لازم تجرب السكيت بوردز. ده هو يكون سكيت بوردز right؟ اعتقد ان انا هجرب معاه. حاجه برضو بجد من الناس بتعملها يعني، بتبقى ماشي كده مفيش حد بيقعد في حاله. شايفين الناس؟ انا مش عارف ازاي ممكن حد طلع هنا وقطع دي، بس يعني الناس ما فيش حد بيسكت والله. دلوقتي انا حاسس ان انا ميت من جوه خالص، فهنروح على السبوي اللي في اول الوالمارت، ناكل هناك حاجه كده على السرير وبعد كده نرجع تاني. فيلا بينا. جينا على السبوي، لسه بنحدد هنطلب ايه، فهو الاختيار صعب بصراحه. دلوقتي احنا استحلفنا لهم خلاص، هناكل احنا بقى، نبدا اكل بس. اشوفكم فيديو جديد، لايك وشير وسبسكرايب. ده كان فيديو على السريع كده، فيديو تافه، اي نو انه فيديو تافه، بس خلاص اشوفكم فيديو جديد. باي باي.